لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسميت اللامية وهي قصيدة تشتمل على 15 بيتا، وسميت لامية لأن قافيتها هي بحرف اللام، فجمع فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، أو الطائفة المنصورة الناجية بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن جميع الفرق في النار إلا الطائفة المنصورة الناجية. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عنها وعن أوصافها قال: التي تكون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، خاصة في الاعتقاد. نفس البيت الذي شرعنا في شرحه اللقاء الفارق، قول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل. قال: ولكلهم قدر على، أي الصحابة، ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل. والصديق هو أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل، ثاني اثنين إذ هما في الغار، وأول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، وأول من أسلمت من النساء خديجة، ومن الأطفال علي رضي الله تعالى عنه. هو ليس اسمه ابن أبي قحافة، واسمه عثمان بن عمرو، لكن اشتهر باسم أبي بكر الصديق، اشتهر بهذا الاسم صبيحة ليلة الإسراء والمعراج، لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بما رأى وبما شاهد وكيف أسري به إلى المسجد الأقصى. فلما عاد أخبرهم بذلك، فمنهم من كذب ومنهم من ارتد ومنهم من لم يستوعب الأمر، أن المسافة إلى بيت المقدس تحتاج أشهر. قالوا: كيف تقطعها في ليلة ثم يعرج بك إلى السماء؟ نسوا أو تناسوا أو غفلوا أو تغافلوا أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، وأن جميع الخلق في قبضته سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. وكانوا يلقبونه الأمين حتى قبل النبوة، وما كان كذابا صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكذب في حياته قط، لا جادا ولا مازحا صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام كان الصادق الأمين، نبينا عليه الصلاة والسلام كان سيد ولد آدم، كما قال شوقي: وكل نبي عند رتبته ومحمد هذا العرش فاستلمي. شوقي الأمير في بردته التي مدح فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ريم على القاع بين الباني والعالمين. المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كنا بأم عبد الله ولم تنجب، لم تنجب رضي الله تعالى عنها، ولكن تكنى بأم عبد الله، وهي أفضل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، إلا خديجة، أنا كانت تغار منها. هذه خديجة لا يضاهيها أحد، هذه خديجة ليس مثلها أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحبها ويبجلها، كان يتحرك قلبه ويلفه الروع إذا سمع صوت هالة أخت خديجة، لأن صوتها يشبه صوت خديجة، فكان يقول: اللهم هالة، في صحيح البخاري صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج الحاكم في المستدرك من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام جاء المشركون إلى أبي بكر قالوا: هل لك إلى صاحبك؟ إنه يزعم، يقول أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. قال: وقال ذلك؟ قالوا: نعم، لئن قال ذلك صدق فأني أصدقه بخبر السماء يأتي غدوة وروحة صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ذلك سمي بالصديق. يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى وغيره من الحفاظ: أجمع المفسرون جميعا على أن هذه الآية وسيجنبها الأتقى أنزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأسلم ومعه 40,000 دينار أنفقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته وعلى نصرة الإسلام والمسلمين. ونزلت هذه الآية لما اعتق بلالا رضي الله تعالى عنه، الذي كان يجر على الرمضاء ويوضع في عنقه الحبل ويدفع إلى الصبيان، ويؤتى بالصخرة الضخمة الكبيرة فتوضع على صدره وهو على الرمال الساخنة، فيقول: أحد أحد، فيمر به أبي بكر الصديق ويقول: ينجيك الله الواحد الأحد، ثم يشتريه بماله. فلما اشتراه قال له أمية: والله لو أعطيتني أقية لا أعطيتك إياه. فقال أبي بكر الصديق: لو أبيت 1000 أقية لأعطيتكها في بلال رضي الله تعالى عنه.
فقال الصحابة: أبا بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أي بلال رضي الله تعالى عنه. فتكلم الناس قالوا: ما أعتق أبا بكر بلال إلا لأن بلال أزدى لأبي بكر مزايا في الجاهلية. فمدحه الله سبحانه وتعالى وبرأه ورفع ذكره وأنزل فيه قرآنا يتلى. فقال عن النار، هذه النار والعياذ بالله التي بعيد قعرها شديد حرها لا يخفى لهيبها، وعد أبا بكر وبشره وقال: سيجنبها الأتقى، زيادة في التقوى، ليس تقي وإنما أفضلية في التقوى، منزلة عالية من التقوى. فقال الله تعالى: سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. ليس بينه وبين بلال مزايا، وإنما من أجل إرضاء الله عز وجل، ومن أجل طاعة الله سبحانه وتعالى وتزكية نفسه. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، وليس بينهم مزايا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله عز وجل قال: سأرضي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: من الرجال؟ قال: أبوها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا، من جميع الصحابة. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، لأنه أمر بالتبليغ وبالإنذار وبالتعليم وبإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإخراج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. في صحيح البخاري عن أبي الدرداء قال صلى الله عليه وآله وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قلت أيها الناس إني رسول الله إليكم، فقلتم كذبت، وقال هو صدقت، رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ الذهبي المتوفى سنة 48 و700 للهجرة، صاحب المؤلفات الكثيرة، ومنها تاريخ الإسلام، ومنها سير أعلام النبلاء، ومنهم تذكرة الحفاظ والموقظة وغيرهم. هذا الإمام الجليل وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقال الحافظ الذهبي وغيره من الحفاظ: صحب أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام سفرا وحضرا، ولم يفارقه أبدا إلا فيما أمر به من حج أو غزوة، وكان صاحبه في الغار، وقال الله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار، وأنفق ماله كله في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، رضي الله تعالى عنه. وورد عن الحسن أنه سئل قال: أحب أبي بكر سنة؟ قال: لا، بل فريضة، رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى: كان السلف يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كما يعلمونهم السورة من القرآن. أما الرافضة فلجهلهم سلكوا خلاف هذا الطريق، أي الطعن في أبي بكر وعمر واستنقاصهما رضي الله تعالى عنهما، وما ضرهما، ما ضر السحاب نباح الكلاب. يقول أبو سعيد الخدري فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر الصديق خليلا، رضي الله تعالى عنه. ولكن أخوة الإسلام، وهذا مدح لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث قد ورد عن جمع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وعد هذا الحديث من الأحاديث المتواترة. وكانت وفاته سنة 13 من الهجرة، وغسلته زوجته أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وعن الصديق أبي بكر.